السلام عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، وحشتوني. يلا نعمل الميني قرص. طعمها حلوة جدا واقتصادية زي ما احنا متعودين في كل فيديوهاتنا. كل حاجة اقتصادية جدا جدا. طعمها هتدوقوا بنفسكم وهتحكموا. وكمان محشية ملبن معانا، تقدروا تحشوها جبنة وتقدروا تحشوها حلو او حادق، يعني براحتكم، يعني ملبن، عجوة، جبن، اللي انتوا عايزين. بصوا القلب الله عليها، بجد طعمها تحفة. بصوا الجمال والايد الصغننه كده اللي بتفتحها. الملبن فيها طعمه حلو جدا. الملبن ده كنت عاملاه قبل كده في القناه، حبيت انزله لكم بس لقيت فيه مقطع كده ناقص، فان شاء الله هعمله لكم تاني. بصوا الجمال والطعامه. يلا كده نسمي مع بعض بسم الله ونشوف عملنا ايه. اول حاجه انا جبت البوله بتاعتي، وزي ما متفقين قبل كده لازم البوله تكون ناشفه تماما. اي حاجه بقى نعجن فيها بس تكون واسعه كده عشان ناخد راحتنا في العجين. نزلت على طول بكوبايه من الحليب، كوبايه من اللبن العادي بتاعنا، يكون يعني دافي زي دم العين كده. وجبت معلقه كده من الخميره، وجبت كمان ربع معلقه صغيره من الملح، وجبت عليها نص كوبايه من السمنه، وجبت 3 معالق من السكر الحبيبات بتاعنا العادي ده، وجبت كمان نص معلقه من البيكنج باودر، وجبت باكو كده من الخميره او معلقه كبيره من الخميره، وعليهم نزلت بمعلقه من الخل الابيض بتاعنا العادي. بس كده بس كده، ونقلب كل المكونات الحلوه دي كويس جدا. ممكن نضربها بالمضرب الكهربائي او الخلاط او بالمضرب اليدوي، بس هي بصراحه مش مستاهله ولا خلاط ولا هاند بلندر ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجه. مضرب اليدوي كده هنضرب كويس جدا جدا لحد ما السمنه تدوب معانا تماما وكل المكونات بتاعتنا تدوب. هبدا بقى انزل ب3 كوبايات ونص من الدقيق، يعني نزلت بكوبايه وبعدين نزلت بالنص واحدة واحدة كده. لو العجين عازمة، يعني لو العجين حلو كده والدقيق بتاعنا بيشرب السوائل يبقى التلاتة حلوة قوي، يعني ما ننزلش التلات كوبايات ونص مرة واحدة. فهنا نزلت بقى بالدقيق بتاعي، وبدأت ان انا هقلب فيه كويس جدا جدا. هقلب الدقيق في المكونات كويس، وبعد كده بقى هتدخل بايدي زي ما انتوا شايفين عشان احس كده بالعجينة بتاعتي، عشان اعرف اخدمها كويس. هبدأ بقى ان انا اعجن فيها كويس جدا جدا لحد ما تلم معايا. طبعا في الوقت ده كده الجو حر جدا، يعني مش هتقعد كتير في التخمير، هتخمر بسرعة. واهم حاجة نكون واثقين في الخميرة بتاعتنا، يعني الخميرة بتاعتنا اهم حاجة ما تكونش بايظه معانا. لو اول مره نستخدمها هنحط شويه معلقتين 3 كده الحليب الدافي كده على معلقه الخميره، واسيبهم كده 5 دقايق لحد ما اشوفها خمرت معايا. يبقى حلو قوي احطها على المكونات بتاعتي واشتغل زي ما انا كنت شغاله. ممكن نزود الكميه نقلل الكميه زي ما انتوا عايزين. الكميه بتاعت الدقيق ديت ما شاء الله 3 كوبايات ونص عملت لي كميه حلوه جدا من المين قرص. نقدر نصغر القرصه، نقدر نكبرها، يعني دي بتاعتكم انتوا. زي ما انتوا شايفين بعد ما عجنتها كويس جدا 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 غطيتها وسبتها نص ساعة. وبعد نص ساعة بدأت ان انا كده اطلع منها فرق منها الهواء كده. العجينة لينة وجميلة جدا، ناعمة جدا ولينة جدا زي ما انتوا شايفين. طيب كده بقى ان انا هاخد العجينة بتاعتي وتاني هعجنها تاني على الرخامة بتاعتي نضيفة جدا زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى تاني اعجن فيها بسيط كده، يعني اطلع منها كل التخمير اللي هي خمرته، والعجينة مساعداني يعني طرية ولينة معايا وتتفرد بكل سهولة. هنا بقى زي ما انتوا شايفين هبدأ اقطع العجينة بتاعتي القطع اللي انا عايزاها. انا هبدأ اقطعها كده قطع صغيرة زي ما انتوا شفتوها كده في اول الفيديو. نقدر نصغرها نكبرها، بس انا حابة ان هي تبقى صغيرة كده، يعني عشان الطفل كده او احنا ناخدها. محدش يسيب نص القرصة ربع القرصة، لا، اللي ياخد قرصة ياخد القرصه كده ياكلها على طول، ما تفتش منه اي حاجه. الملبن ده اللي انا قلت لكم عاملاه قبل كده في القناه، ممكن يقعد معايا من السنه للسنه. بس طبعا اهم حاجه تحطوه في نشا، بس ده انا كنت لسه عاملاه فما لحقتش ان انا احط له شويه نشا حلوين كده واسيبه، لان عامله كميه صغيره خالص، لان خلاص بقى كل سنه وانتم طيبين، رمضان والعيد خلص. وانا كنت عاملاه قبلها، كنت عاملاه لرمضان، واللي كنت عاملاه في رمضان علشان الكحك والبسكوت خلص، فقلت اعمل الحتت الصغيره دي حته صغيره كده بسيبها عندي في التلاجة بشتغل بيها وقت ما بعوز اعمل اي حاجه محشيه ملبن. بصوا جميله ازاي وطريه ازاي. هي دي بقى الكميه الصغيره او القرصه بتاعتي، قصدي الصغيره، الميني قرصه. بعمل حته، باخد حته كده ما بين ايدي واحط فيها ملبن واعملها كوره واتك عليها ما بين ايديا كده ببطن ايدي. خلاص هي كده بقت قرصه صغيره او ميني قرصه حلوه جدا، طعمها حلو جدا جدا. المره دي مش هقول لكم هنشغل الفرن قبل ما نبدا،
لان لازم هسيبها تخمر شويه. فالمره دي مش هقول لكم قبل ما نبدا اي حاجه نشغل الفرن، لا انا مش مشغله الفرن خالص، انا لسه هسيبها تخمر شويه. بس لو وصلتوا لحد هنا يا احلى اخوات في الدنيا وعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا وتنسوني في الاشتراك في القناه، حاجه بتفرحني وبتسعدني لما بلاقي عيلتي بتكبر يوم عن يوم، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل فيديو جديد اقتصادي من سما ام البنات، وكمان اللايك والشير عشان يوصل لحبايبنا واصحابنا والقناه تكبر بيكم. وبقول لكم انا اسفه ان انا غبت عنكم، بس انتوا عارفين الظروف شويه كانت صعبه عليا، موت او وفاه والدي، فانا لسه متاثره شويه، فمعلش ان انا مقصره معاكم ومقصره مع اخواتي اللي متابعني. فانا بقول لكم ان شاء الله مش هقصر معاكم تاني، وان شاء الله نرجع تاني نعمل فيديو كل يوم باذن الله او يوم بعد يوم. هنا زي ما انتم شايفين كده انا ببدا بقى ان انا اشكل القرصه بتاعتي، تقدروا تشكلوها بالشكل اللي انتوا عايزينها. هنا انا عملت الكبيره وعملت الصغيره عشان اوريها لكم، في كبير في صغير، بس طبعا انا مش هسويها على الشكل ده، لان لازم كله يبقى في حجم واحد عشان ما فيش واحده مننا تتحرق وواحده تطلع لسه وشها ابيض. وفي معلومه مهمه جدا جدا، ان اللي بيعمل قرص بيبقى فيه حته من القرص او الكحك نفسه بتبقى باينه من الملبن، فدي بتخلي الكحك بتاعنا او القرص بتاعنا ايا كان يعني محروق. فلازم لما نحط الملبن ما نزودش حته الملبن، يعني ما نحطش ملبن كتير ولا كمان يكون الملبن باين معانا، لازم يكون الملبن حته صغيره مناسبه جدا للقرصه بتاعتنا، وكمان ما يكونش منها اي حاجه باينه عشان ما تتحرقش معايا ويبقى شكلها مش حلو خالص وهتفتح لي القرصه، وكمان الحاجه اللي اسوي فيها هتكون لازقه فيها فمش هتبقى حلوه خالص. فالاحسن ناخد حته صغيره من الملبن على قد القرصه اللي احنا بنعملها، ونحاول نخلي الملبن بتاعنا مش باين خالص في القرصه، ولو خدنا حته صغيره مش هتبقى باينه اصلا. انا بقى اخلص كل الكميه بتاعتي دي بالشكل ده ما شاء الله، 3 كوبايات ونص من الدقيق عملوا لي كميه حلوه جدا جدا. وزي ما قلت لكم اقدر احتفظ بيه. هشغل الفرن، هسخن الفرن قوي على درجه حراره 200، وبعد كده اطفي، وبعد كده احطها في صينيه او احطها في صاج، اي حاجه بتخش الفرن واحطها في الفرن تاخد السخونيه بتاعه الفرن، هتطلع اكني لسه عاملاها دلوقتي. او لو عندي مايكروويف هطلعها احطها في الميكروويف على طول، هتسخن معايا هتبقى طازه فريش على طول اكني لسه عاملاها. طعمها بجد حلو جدا، واللي متابعني وعارفني ان انا كل حاجه بفرزها عندي، مفيش حاجه ما بتتفرز، واكيد مش هخسر اي مكونات او مقادير انا عاملاها في الوقت اللي احنا فيه ده. فانا ببقى واثقه من الحاجه اللي انا مفرزاها، واللي انا بقول لكم فرزوها ببقى مجرباها كذا مره مش مره واحده، وطول عمري معروفه الحمد لله ان انا بفرز كل حاجه تتخيلوها زي ما انتوا شفتوا. بصوا كمان في حاجه مهمه جدا حبيت اوريها لكم. هنا الاول انا بعوز الكحكايه بتاعتي، بعوز بفرشه صغيره كده بدهنها بسيط خالص بالسمنه، وبحط بس على وش القرصه بتاعتي، ممكن احط لها سمسم، ممكن احط لها حبه البركه زي ما انت بتحبوا، بس عندي اطفال ما بيشيلوا حبه البركه وبيشيلوا السمسم، ففضلت ان انا ما احطهاش. هنا بقى في الصاج بصوا في حته محروقه في النص، انا مش هحط فيها خالص عشان ما الكحكه بتاعتي ما تتحرقش، فالحته المحروقه في الصاج دي مش هحط فيها خالص. بصوا بقى بعد ما استوت، نسيت اقول لكم ان هي بعد ما استوت رشيت ببخاخ كده عليها ميه، اول ما طلعت من الفرن على طول ببخاخ كده رشيت ميه بسيطه خالص وقمت مغطياها. الخطوه دي هتخليها طريه على طول ما تنشفش معاكي ابدا.